ورجعنا من جديد وتاني وتاني وتالت ورابع وخامس مع ريفيو مطعم مشكل جبن حلو جدا جدا جدا. نظام ايطالي بجد، وكمان كان في بنت جوه زي العسل اسمها تقريبا منى. ادخلوا وبجد هترحب بكم جدا. هو اصلا المطعم لذيذ واسعاره حلوه، على فوق المتوسط يعني، وفي 10% خدمه للمطعم. وبس احنا طبعا عجبنا البيتزا، كانت على قدنا وكانت عامله 75 جنيه بالظبط. ربع ساعة قبل ما يحضروا البيتزا. طازة جدا. كلها جبن بجد. هي احنا جربنا طبعا المارجريتا عشان ابني بيحبها. تمام. وطعمها جميل جدا جدا، نظافة جدا. المطعم اصلا هادي، مفهوش اي حاجة شاذة. تمام. كان في طبعا مصورين كتير رايحين يصوروا هناك، لان فعلا عامل ضجة في اسكندرية، وهو يستاهل بأمانة. غير كده اسعاره يعني حلوه، يعني حلوه شويه، بس مش اقل من بره ومش اعلى من المطاعم التانية يعني. تمام. الجبن اللي فيه طعمها لذيذ جدا جدا، تحس ان هي طازه، وتحس ان هي مديها على سمنه فلاحي كده اللي هي البلدي. تمام. البيتزا العجينه بتاعتها حلوه، جوسي كده وحلوه. تمام. عايزه اقول لكم ان انا هجربه مره واتنين وتلاته واربعه بحاجات كتير جدا جدا جدا، بس احنا طبعا كنا مستعجلين. بس المشكله ان المكان في رشدي صعب شويه قبل ما نوصل له. ممكن توصلوا عن طريق جوجل لو انتوا نازلين اسكندريه او انتوا في اسكندريه. في مكان تاني في العيسوي حلو برضو واقرب شويه من رشدي. تمام. يلا باي باي باي، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.